السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة عالم باتول. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شباكية، هاد المعسلة اللي ضرورية في المائدة المغربية بالخصوص في الشهر الكريم. غادي نشاركها معكم بطريقة سهلة ومبسطة، كتجينا هشيشة وشاربة العسل، فبقاو معايا حتى الاخير باش نتعرفوا على الطريقة والمقادير. بالنسبه للمقادير انا غادي ندير كلشي في الخلاط. عندي هنايا 2 كيسان ديال الزنجلان، وعندي 2 كيسان ديال المزهر راني غادي نضيف الكاس الثاني، عندي كاس ديال اللوز، وعندنا هنايا الكوزه، واحد الكوزه محكوكه، وضفت 2 معالق كبار عامرين ديال النافع وحبه حلاوه حتى هما اللي صهدتهم وطحنتهم، وعندنا هنايا 2 معالق كبار ديال القرفه، وغادي نزيد 2 كيسان عامرين ديال الزبده. بالنسبه انا هاد المقادير اللي عطيتكم ديال 2 كيلو ديال الدقيق، الا كنتو غديروا كيلو ديال الدقيق فغديروا غير كاس من الحاجه. فزدت هنايا كاس ديال الزيت، وزدت بيضه، درت هنا غير صفر بيضه. هنا كيف ما شفتوا خلطت كلشي مزيان، غير الخميره هي اللي ما ضفتهاش في الخلاط، هما كلشي تخلط لي مزيان. هنا بهاد الطريقه هذه كيتخلط كلشي مزيان وكيتمعك. صافي عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلوى اللي كنت مغربلاه من قبل، وغادي نبقى كنخوي عليه الخليط ديالي وانا كنجمع. فكيف ما قلت لكم الا كنتو غديروا كيلو ديال الدقيق فغديروا كاس من الحاجه، يعني كاس زنجلان، كاس مزهر، غادي ديروا كاس زبده. هنايا 2 كيلو، داكشي باش درت 2 كيسان من الحاجه. صافي هنايا ديك القصعه الصغيره كانت عذبتني شويه، قلبتها في القصعه الكبيره وبقيت كنخلط هكا مزيان بيديا، هكاش كيف ما شفتوا كنخلطها مزيان مزيان. فهنا ما كنضيفوش الماء في الاول حتى كتشوفوا الا خص عاد زيدوا. فالعجينه ديالنا ضروري ما خصها تجي قاصحه، ما خصهاش تجي رطبه، حيت الا جاتنا العجينه قاصحه راه الشباكيه ديالنا كتجينا هشيشه، وإلا كانت العجينه رطبه فالعكس، الزلابيه ديالنا غادي تجي قاصحه فاش كطيب. صافي هنايا من بعد ما خلطت مزيان عاد ضفت الخميره، ضفت 2 اكياس ديال الخميره. الا كنتو غديروا كيلو ضيفوا كيس واحد، ومن بعد بديت كنضيف الماء غير شويه بشويه حتى تجمعات لي العجينه. صافي من بعد هنايا غادي نبقى كنشكلها على شكل كويرات، واللي شكلتها راه غنديرها في السلوفان وغادي نخليها غير 5 دقائق ترتاح. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه ديالنا راني ما دلكتهاش نهائيا، العجينه ما كتدلكش، غير كنجمعوها هكذا بيدينا وصافي. هنا كيف ما نشوفوا كل كره غادي نديرها في السلوفان، وغادي نخليها غير مده ديال 4 أو 5 دقائق كترتاح. صافي هنا من بعد ما دازت 4 ديال الدقائق غادي نبدا هنايا بالكره الاولى. هنا ما كنرشوش دقيق نهائيا، غنطلقها هكا غير راسها، غادي نطلقها بالدلاك. هنا غادي تشوفوا داك الدلاك هذاك راه دوك اليديدات ديالو مقلوعين، راه غير ولدي كان كيلعب ليا بهم وهرس لي دوك اليديدات ديال الدلاك، بصح معليش قاضي الغرض. صافي هنايا غادي نطلقها مزيان، وغادي نطويها بحال على شكل مسمنه. فضروري هنا في الاول ما كنطلقوها وكنشكلوها هكا على شكل مسمنه، باش من الشباكيه ديالنا كنقليوها كتجينا مجعبه. صافي غادي نبقى معاهم كاملين بنفس الطريقه، كل كره غادي نطلقها بوحدها، واللي طويتها كنردها للسلوفان. صافي هنا كيف ما شفتوا بعد ما كملت هذوك الكرات كاملين اللي كانوا عندي بنفس الطريقه،
غادي نبدا باول وحده كنت شكلت، هي اللي غادي نطلقها. صافي غنطلقها في الاول غادي نطلقها بالدلاك، ومن بعد عاد غادي ندوزها في الماكينه. هنايا العجينه ديالنا من كنديروها في السلوفان وكنخليوها ترتاح شويه، من بعد من كنجيو نخدموا بها راها كتجينا ساهله في الخدمه، راه ما كتعذبناش. غير من تعجنوها ضروري ما تكون في السلوفان ولا بلاستيكه، وكنخليوها كترتاح مزيان. عاد كندوزو باش كنطلقوها باش هكا كتعاوننا في الخدمه. هنا كيف ما شفتوا في الاول كدوزوها بالدلاك، ومن بعد عاد كنديروها في الماكينه، فالماكينه كتعاوننا بزاف في الخدمه. صافي غادي ندوزها في الماكينه، غادي ندير العجينه ديالي اللي تكون رقيقه. انا كيف ما شفتوا راه دوزتها في الاول وغادي نعاود لها المره الزوجه باش كنرققوا العجينه ديالنا، ماشي كتكون رقيقه رقيقه بزاف حتى كيبان سطح العمل، لا هكا راه غتعذبكم في الخدمه من تكونوا كتشكلوها، وانما غير ما تخليوهاش غليظه، ماشي غليظه وماشي رقيقه حتى كيبان سطح العمل. حنا غادي نبداو نشبكو الشباكيه ديالنا، غادي نقلع لها الجوانب كاملين بالجراره. بالنسبه لطريقه التشباك، انا هنا غادي ندير معكم جوج طرق، وراني ديجا وريتكم بزاف ديال الطرق ديال التشباك في الفيديوهات اللي كانوا قبل. فبالنسبه لها الطريقه الاولى فكنحسبوا 5، والسادسه كنقطعوا. كيف ما شفتوا 5 ديال الشريطات في الوسط و6 كنقطعوا. فالطريقه الاولى حتى هي راها سهله، كنديروا هنايا زوج فوق زوج وكنقلب، وكنولي ندير عاوتاني دوك الزوج فوق زوج. صافي هنا كتشدوا بصبعكم، انا هنا غير من كنت كنصور ما كنتش مستحكمه فيها. صافي كنشد بصبعي وكنضغط مزيان باش ما كتحلش، وكنقلب. كنقرصوها هكذا من الجناب، كتضغطوا مزيان باش ما تحلكمش. صافي كتقرصيها من الجناب. فهاد الطريقه حتى هي راه ساهله وكتجي بها الزلابيه كتجي بها زوينه. فغنعاود معكم واحده اخرى كيف ما شفتوا، جوج فوق جوج وكنقلب، وكندير عاوتاني جوج الاخرين فوق زوج. كنقرصها مزيان وكنقلب الشباكيه. صافي بحال هكا كنقادها وكنقرصها من الجناب. من كيكونوا بحال هكذا الجوانب خارجين بزاف صافي راه حنا كنقادوهم. ودابا غادي ندوزو للطريقه الزوجه. كندير هكا كنقطع الشريطه اللي غادي يكونوا قد حتى هاد الطريقه هادي راها ساهله. كيف ما قلت لكم هاد الطريقه راها ساهله وسريعه، دغيا دغيا كتكملي بها الزلابيه ديالك. هكا بعد ما كنقطعوا كناخذوا كيف ما شفتوا، وكنديروها بالكاس اولا كنلويوها على يدينا. صافي غادي في الاول داك الفم ديال الكاس كندوزو هكا في الدقيق، بصح ماشي بزاف غير شويه هكا دوزيه في الدقيق باش من تجي تحيديها كتحيد بكل سهوله. وكنبقى هكا كندور على الكاس. حتى هاد الطريقه كيف ما شفتوا سهله.
كتلويها على الكاس كيف ما قلت لكم، اولا كتلويها على يديك، كديري هكا 3 الصباع الا بغيتيها تجي صغيره، الا بغيتيها تجي كبيره كديري 4 ديال الصباع وكتبقاي كتلوي. صافي هنا بعد ما لويتها كيف ما شفتوا على الكاس كنبقى هكا كنحلها وكنجمع هذوك الجوج اللي الوسط وكنضغط عليهم مزيان كيف ما شفتوا باش ما يتحلوناش، وكنضغط حتى على الجوانب كيف ما كتشوفوا هكا. الا كانوا خارجين راه حنا كنقادوهم. وحتى هاد الطريقه هذه راه سهله وسريعه. غنعاود معكم واحده اخرى. فكنتمنى الشرح ديالي والطريقه تكون مفهومه. صافي هكا كنبقى كنلوي. هنا كيف ما شفتوا راني كندير 4 ديال الدورات وحتى كنوصل للدوره من بديت وكنقطع. شتي كيف ما قلت لكم ضروري ما كدوزوها هكا في الدقيق الكاس باش من تجيو تقلعوها ما تعذبكمش. صافي كنضغط عليها من الوسط، كناخذ جوج كيف ما شفتوا كنضغط عليهم من الوسط مزيان وكنقادها من الجناب. غادي نبقى مستمره حتى غادي نكمل العجين ديالي كامل بنفس الطريقه. صافي هنايا بعد ما شكلت الحلوه ديالي كامله، انا راني ما قليتهاش في نص النهار، خليتها حتى لا غدت ليه عاد قليتها، يعني في نهار عجنت وشكلت ولا غدت ليه عاد قليت. صافي هنايا عندنا الزيت اللي تكون شويه كثيره، يعني من تحطي فيها الزلابيه خصها تغطي الزلابيه ديالكم على نار اللي مهيله، وكنبقى ندير الزلابيه ديالي كامله في المقله. بالنسبه هنايا العسل، هنا العسل راني درت جوج، درت الكاسرونه ودرت حتى واحد الكاسرونه اخرى باش من ندير القليه الاولى في هاد الكاسرونه كنخليها حتى كتشرب مزيان، والقليه الزوجه كنديرها في كاسرونه اخرى، يعني حتى كندير القليه الثالثه عاد كنحيد القليه الاولى من الكاسرونه الاولى باش هكا الشباكيه ديالنا كتشرب العسل مزيان. بالنسبه للعسل انا هنايا راني حتى غليته مزيان، يعني ماشي غليته مزيان وانما غير طلعت فيه الغليه طفيت عليه. بهذه الطريقه هذه الشباكيه ديالنا كتبقى قابضه العسل واحد المده اللي هي طويله. غليت العسل غير طلعت فيه الغليه طفيت عليه وبديت كندير فيه الزلابيه ديالي وهي باقا سخونه. بالنسبه لطريقه العسل انا راه درتها معكم بزاف ديال المرات، راني منزله الفيديو في القناه بالطريقه اللي كيجي ناجح العسل ديالنا 100%. صافي هنايا غادي نبقى كنقلي. ما تجهدوش عليها البوطه نهائيا، راه دغيا غتخطف لكم الشباكيه ديالكم وغتبقى خضره من الداخل على نار مهيله، وغير عليها عطيوها الخاطر باش كطيب على خاطرها، وما كنخليوهاش تحمر بزاف في المقله حيت هي راه ملي كنديروها في العسل كتزيد تاخذ اللون. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا، فراه كتجي رائعه رائعه. كتجي لذيذه بزاف، كتجي مجعبه وشاربه لنا العسل. كنتمنى الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له لايك، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. والسلام عليكم.